أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة مع فيديو جديد ووصفة جديدة من سفرة سلمى. وصفتنا لليوم هي تشيز كيك باللوتس بطريقة سهلة وبسيطة لكل ست بيت. المكونات بسيطة وسهلة والطعم كتير رائع. تابعوا معي الفيديو لتشوفوا كل التفاصيل. المكون الأساسي والرئيسي معي هو أكيد بسكوت اللوتس ومرتبان زبدة اللوتس كمان، ورح ضيف أنا بسكوت الدايجستيف معه، وبنقدر نزيد بسكوت الشاي. وهون زبدة، أكيد زبدة. وراح حط مرتبان من الجبنة الكريمية، وراح أضيف كمان علبة القمر لقوة طعمة ونكهة الكريمة تطلع دسمة. وأكيد نحن بحاجة لكوب من الكريمة المخفوقة. وهون اول خطوه مثل ما شفتوا معي اني طحنت البسكوت. معي 400 جرام من البسكوت مشكلين ما بين بسكوت اللوتس وبسكوت الدايجستيف. 400 جرام من البسكوت وتقريبا 200 جرام من الزبده. سيحتها شوي بالميكروويف، رجعت حصلت على هالنتيجه، بس رجعت خليتها انها تقريبا تسيح كلها سوا، وخلطتها مع البسكوت. وهون معي قالب تشيز كيك، هيدا قياس 24، وهيدي الكمية بتزبط لقياس 24 ولقياس 26. ومثل ما شايفين حطيت ورقة زبدة وثبتها، وراح ادهنها كمان بشوية زبدة لسهولة انه نرجع نسحبها. ومن بعد ما خلطت الزبدة مع البسكوت نزلتهم بالقالب، وراح بلش رصهم بأي طريقة نحن بنحبها. بنقدر نرصهم. أنا هون استعملت الكوب المعياري، ورجعت استعملت المعلقة. فينا بسباتيولا أو بكوب. الطريقة بسيطة وسهلة جدا. وهون أنا حابة أعطيكم كم ملاحظة صغيرة. بالنسبة للحلويات أو أنواع الوصفات اللي بدها مهارة بالشكل. نحن كستات بيوت ممكن ما يكون بيطلع معنا الشكل بروفيشنال بشكل محترف، لأنه ما بنعمل هاي الوصفات بشكل يومي، لكن بنحصل على طعم رائع، والشكل بيكون مقبول نوعا ما، فأكيد ما في مشكلة. وهذا الشكل اللي حصلت عليه للبسكوت بدقيقتين رصيتها، وشوفوا كيف طلع الشكل معي. ولتحضير الكريمة راح ضيف كوب من كريمة الخفق واخفقها. ما بتاخد كتير وقت، بدها مجرد دقيقتين او 3 دقايق وبتكون صارت جامدة معنا. ليتكاثف حجمها ويصير ملمسها ناعم. وهون الكريمة من بعد ما خفقتها دخلتها فورا على البراد لحين ارجع استعملها. والخطوة الثانية لتحضير الكريمة، نحن بحاجة تقريبا ل 400 جرام من الجبنة الكريمية. أنا هون عملت الميكس بين الجبنة وبين علبة القشطة القمر، فأخذت نتيجة كتير رائعة، عطت طعمة مميزة جدا. ومعنا هون مرتبان اللوتس، راح حط تقريبا 3/4 معهم للمكونات واخلطهم منيح. ونسيت خبركم انه كمان 3/4 كوب من السكر البودرة خلطتهم منيح، ورجعت ضفت زبدة اللوتس. وهذه النتيجة اللي حصلت عليها من بعد ما حركتهم بالخفاقة اليدوية. بنقدر بالسباتيولا أو بالخفاقة اليدوية، وحبينا نحطهم كمان بالخلاط بنقدر. بس شغلتهم بسيطة. ورجعت ضفت عليهم الكريمة اللي جهزتها سبق وجهزتها وخفقتها كمان. يا فيني ارجع اشغلهم بالخفاقه، او بنقدر بس مجرد انه نحركهم بالسباتيولا، ما بدهم كتير وقت. وهيك بتكون صارت جاهزه معنا الكريمه اللي حضرناها للتشيز كيك.
وهون أنا الفترة اللي كنت عم جهّز فيها الكريمة كنت حاطة البسكوت بالفريزر. وهلأ رح ابتدي أضيف الكريمة اللي جهّزتها، رح أترك لكم كل المقادير بالتفصيل بصندوق الوصف، بس هي إجمالًا المقادير كتير بسيطة وسهلة. وكمان بطريقة بسيطة رح أضيف الكريمة ورح بلش افردها على القالب. كمان شغلتها مش صعبة. ورح دخلها على الفريزر أقل شي مدة 4 ساعات قبل ما نضيف زبدة اللوتس على وجها. ومن بعد 4 ساعات بالفريزر هيدا الشكل اللي حصلت عليه. فكيت القالب وهلأ برجع بشيلها الصينية، صينية التشيز كيك بقدر شيلها بسهولة لأنه أنا حاطة ورقة زبدة. بس هون حبيت فرجيكم اياها فورا من بعد ما طلعتها. وهلا مرتبان زبدة اللوتس رح دخله على الميكروويف لمدة نص دقيقة تقريبا. وبس يسيح رح اضيفه على وجهه. بس اكيد ما بدنا نضيفه هو سخن، بده يكون فاتر، فما بدنا ننتبه، ما بدنا نسخنه كتير بس لا ينزل، يصير قادر ينزل معنا وبطريقة بسيطة. بس هون أنا لأنه الطقس بارد جمدت معي بسرعة، رجعت فما وصل للأطراف بشكل مزبوط، يعني ما أخذ الشكل المميز من برا، بس كان نوعا ما الشكل معقول. أنا حبيت الفكرة والطريقة وما بخبركن الطعمة، وهو أهم شي بالموضوع إنه الطعمة تكون رائعة. أنا هون حبيت إني ما أستعمل المعلقة، حبيت إنه خليها تنزل الزبدة تغطي بشكل بسيط بهالطريقة هيك. ولهون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. وإذا عجبتكم الوصفة وعجبتكم طريقتي ما تنسوني من الاشتراك واللايك والكومنت وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. وانتظروني دايما بفيديوهات جديدة ومتنوعة. وأي وصفة بتحبوا إني أعملكم إياها اكتبولي بالكومنتس، ومنتظرة رأيكم بالكومنتس.